هنتكلم في المحاضرة بتاعت النهاردة على الانرفيشن والبلاد فيزل والليمفاتيك درينج بتوع اللور ليمب. احنا في الابر ليمب لما اتكلمنا على الجزء ده كنا واخدين الجزء بتاع النيرف سبلاي ده لوحده، جزء البلاد فيزل ده لوحده. هنا هنقسموهم في صورة مناطق، يعني مثلا هناخد المنطقة بتاعت الجلوتيال ريجون ونعرف ايه النيرفات اللي بيغذوها وايه البلاد فيزل اللي موجودة فيها، وبعد كده هناخد المنطقة بتاعت الساي بالاجزاء بتاعتها، هنقسموها في جزء امامي، في جزء ناحيه الميديال، وفي جزء في البوستيرور، ونعرفوا ايه المكونات بتاعتها او ايه الانرفيشن اللي رايح يغذيها، وايه البلاد فيزل اللي هتمشي في الجزء ده، وبعد كده ناخده الليج، وبعد كده ناخده لغايه الفوت تحت. فهنمشوا فيهم منطقة منطقة ونعرفوا كل جزء التلات حاجات دول موجودين فيه ازاي. أول حاجة معايا هي المنطقة بتاعة الجلوتيال ريجون، هنتكلم عليه فيها، هنتكلم على الانرفيشن بتاعها من حيث الكوتينيوس نيرف، من حيث السنسيشن بتاع السكين. فبشوف المنطقة دي اللي بسميها الجلوتيال ريجن، أو بشوف السكين أوف ذا بوتوك، هي منطقة البوتوك اللي هي المنطقة بتاعة المؤخرة. هتشوف الكوتينيوس نيرف بتاعها ازاي؟ عشان تشوف الكوتينيوس نيرف انت هتقسمها 4 أبر ميديال كوادرانت، أبر ميديال كوادرانت هنا، وأبر لاترال كوادرانت، ومعاك لور ميديال كوادرانت ولور لاترال كوادرانت. يبقى هنا معاك 4 أجزاء: أبر ميديال كوادرانت، أبر لاترال كوادرانت، أبر ميديال كوادرانت، ادي الميديال، ابر ميديال كوادرانت، ابر لاترال كوادرانت، لور ميديال كوادرانت، لور لاترال كوادرانت. دول ال4 أجزاء بتوع البوتوكس. عشان تعرف الكوتينيوس نيرف بتاعهم لازم تقسمهم ال4 أجزاء. اول حاجه الابر ميديال كوادرانت هتاخد منين؟ هتاخد من اللمبر نيرف مباشره، هتاخد من الابر 3 لمبر والابر 3 ساكرال نيرف، دول اللي هيدوها الكوتينيوس انرفيشن بتاعها. طب الابر لاترال كوادرانت هتاخد منين؟ هتاخد من الاليو هايبوجاستريك. ولو تفتكروا الاليو هايبوجاستريك ده اتكلمنا عليه لما اتكلمنا في الجي اي تي على الانتيرور ابدومينال وول، كان اتكلمنا عليه كتير الاليو هايبوجاستريك. فهو كان بينزل ويكمل معاك عشان يدي مين؟ عشان يدي الكوتينيوس سensation بتاع الابر لاترال كوادرانت اوف ذا بوتوك، ومعاه برضه ال 12 ثوراسيك نيرف. عندك بعد كده اللور لاترال كوادرانت هياخدوا منين؟ اللور لاترال كوادرانت واللور ميديال كوادرانت الاتنين شبه بعض، والاتنين بياخدوا من النيرفات بتاعة الساي، النيرفات اللي راح تدي كوتينيوس في الساي. واحد بياخد اسمه اللور لاترال، فبياخد من اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، وواحد اسمه اللي رايح للمنطقة بتاعة اللور ميديال اسمه بوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. ده طالع من الساكرال بليكسس هنتكلموا عليه، اما ده طالع من اللمبر وبرضه هنتكلموا عليه ونشوفوا ايه الحاجات دي. بس هنا عامل لك التجميع بتاعه الكوتينيوس نيرف. يبقى انت اول حاجه معاك في الجزء بتاع الكوتينيوس نيرف اوف ذا بوتوكس، اهم حاجه ان انت هتقسم 4 أجزاء. الابر ميديال كوادرانت هياخد منين؟ هياخد من الابر 3 لمبر، ابر ميديال يبقى ابر 3 لمبر وابر 3 ساكرال، احفظها كده ابر وابر. وبعد كده الابر لاترال كوادرانت بتاخد من الاليو هايبوجاستريك، لاترال كوادرانت هتاخد من الاليو هايبوجاستريك وهتاخد من 12 ثوراسيك نيرف. بعد كده اللور لاترال هتاخد من اللاترال كوتينيوس بتاع الساي. طول ما انت نزلت تحت يبقى تاخد من بتوع الساي عشان الساي قريبه منك، فتاخد اللور لاترال تديه من اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي اللي هو طالع من اللامبر بليكسس، واللور ميديال هيتديله من البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. واسمه كده البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي لانه ببساطه كده هيغذي الجزء الكوتينيوس ده بتاع الساي، الجزء البوستيرور بتاع الساي، عشان كده اسمه بوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، وهنتكلم عليه بالتفصيل. بس انت دلوقتي عارفهم لغايه ما ندخل في المحاضره اصلا هتفهم كل النيرفات دي موجوده فين. كده احنا عرفنا ايه التقسيمه بتاعه الكوتينيوس نيرف اوف ذا بوتوكس. ندخل بعد كده على الجزء بتاع الليمف فيزل، والجزء بتاع الليمف فيزل برضه والليمف نود خلينا هنتكلم عليه بعدين بشكل احسن وهرجع لك للحته دي. نبدا بعد كده بالنيرف اوف ذا جلوتيال ريجون، ده جزء مهم خالص لازم نبقى عارفينه. زي ما اتكلمنا في الابر ليمب عن حاجه اسمها بريكيال بليكسس، هنا معانا في اللور ليمب حاجه اسمها ساكرال بليكسس، ولكن مش هناخده بالتفاصيل زي ما خدنا فوق البريكيال بليكسس الروت والكلام ده كله وازاي يتكون والحاجات دي. لا احنا عايزين بس ناخده البرانشات بتاعته، دي اهم حاجه. بيبدا منين الساكرال بليكسس؟ الروت بتاعه من L4 لغايه ما يوصل معاك ل S5 او S4، معلم غلط، من L4 لغايه S4. يبقى واخد L4 L5 S1 S2 S3 ولغايه ما يوصل معاك ل S4. دي كده الحدود بتاعتك او الروت بتاعت مين؟ بتاعت الساكرال بليكسس. طب ايه البرانشات بتاعت الساكرال بليكسس؟ البرانشات بتاعته اللي هيديها لي في منطقه الجلوتيال ريجون كلها النيرفات دي احنا عارفينها وخدناها قبل كده لما اتكلمنا عن المصل. يعني ايه هم النيرفات اللي بيديهم؟ اول حاجه بيديها لك هو السوبيرور جلوتيال نيرف. ولو تفتكروا السوبيرور جلوتيال نيرف كان بيغذي مين؟ اتكلمنا عليه ب3 عضلات وعملناها تجميع ساعتها، قلنا ان هو كان بيغذي الجلوتيوس ميدياس، الجلوتيوس مينيمس، والتنسور فاشيالاتا. ال3 عضلات دول كان بيتغذوا عن طريق السوبيرو جلوتيال نيرف. يبقى معاك من التفرعات بتاعته L4 و5 وS1 سوبيرو جلوتيال نيرف.
هتلاقي بعد كده انفيرو جلوتيال نيرف، والانفيرو جلوتيال نيرف كان بيغذي الجلوتياس ماكسيمس لوحديها، كان بتاخد من الانفيرو جلوتيال نيرف. ولما اتكلمنا على المنطقه بتاعه الجلوتيال ريجن، لما اتكلمنا على الماسل قلنا كان في 3 اوفرلابنج ماسل اللي هم جلوتياس ماكسيمس، جلوتياس ميدياس، جلوتياس مينيمس. خلاص دول عرفنا ايه الانرفيشن بتاعهم. كان عندي 6 لاترال روتيتور اللي هم مين؟ اللي هم البايريفورمس، الاوبيتريتور انترنس، ومعاك السوبيرو جيميلاس فوق الاوبيتريتور انترنس، الانفيرو جيميلاس تحت الاوبيتريتور انترنس، وهتلاقي عضله اسمها الكوادريتاس فيمورس. الكوادريتاس فيمورس دول العضلات اللي اتكلمنا عليهم، وقلنا ساعتها ان كلهم كانوا بياخدوا من الساكرال بليكسس. هذه الساكرال بليكسس، وعايزين نشوفوا ايه التفرعات بتاعتهم او النيرفات اللي رايحه تغذيهم. بالنسبه للبايريفورم دي مش تبعنا، البايريفورم بتاخد من الساكرال مباشره، الساكرال نيرف مباشره. ولما شرحنا الباقي قلنا ان الاوبتريتور انترنس، او اول حاجه خلينا في الجيميلاس، السوبيرو جيميلاس والانفيرو جيميلاس بعتبرهم ملزقين، بياخدوا النيرف للعضله اللي موجوده تحتيهم. يعني السوبيرو جيميلاس تحتيها الاوبتريتور انترنس، فتاخدوا هما الاثنين مع بعض من النيرف تو اوبتريتور انترنس. يبقى النيرف تو اوبتريتور انترنس اند سوبيرو جيميلاس طالع برضه برانش من الساكرال بليكسس، نيرف رايح يغذي الاوبتريتور انترنس وهيغذي الملزقه اللي هي السوبيرو جيميلاس. والانفيرو جيميلس نفس الفكره، هتتلزق في اللي موجوده تحتيها اللي هي الكوادريتاس فيمورس، وتاخد من النيرف تو كوادريتاس فيمورس. يبقى انت عندك نيرف تو كوادريتاس فيمورس اند انفيرو جيميلس. يبقى دول كده على حسب العضلات اللي موجوده معايا هم اللاترال روتيتور. بتلاقي ايه تاني؟ برانشات طالعه من الساكرال بليكسس، برانش مهم خالص او نيرف مهم خالص، وهو اكبر نيرف في الجسم اللي هو السياتيك نيرف. ده حتى لو جيت بصيت على الروت بتاعه بتلاقيه واخد معظم الروت بتاعه الساكرال بليكسس، طالع من ال4 5 اس1 2 3. يبقى من ال4 لغايه اس3، كله ده هيكون لك مين؟ هيكون لك اكبر نيرف في الجسم اللي هو السياتيك نيرف. واحنا عرفنا قبل كده ان السياتيك نيرف كان بينقسم الى جزئين بعدين، يعني هينقسم الى كومون بورونيال نيرف، كومون بورونيال نيرف، وهينقسم الى تيبيال نيرف، وهوريك الشكل بتاعه. هنتكلم كده كده عن كل واحد بالتفصيل، بس احنا دلوقتي عايزين نعرفهم عشان لو جالك سؤال ايه البرانشات بتاعه الساكرال بريكسس، او ايه النيرف اللي موجوده في الجلوتيال ريجون اللي رايحه تغذي المنطقه بتاعه الجلوتيال ريجون. اللي فاضل معانا البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، ودي زي ما قلنا ان هو رايح يغذي البوستيرور اسبكت اوف ذا فاي، يديله الكوتينيوس سنسيشن بتاعك او يديله الكوتينيوس انرفيشن. وزي ما اتكلمنا عنه فوق برضو قلنا كان بيشارك في البوتوك. ادي البوستيرور كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي كان طالع من الساكرال بليكسس، فاتكلمنا عليه، بيدي اللور ميديال كوادرانت اوف ذا بوتوك او السكن بتاع البوتوك. اخر حاجه بتلاقيها من النيرفات اللي بتطلع من الساكرال بليكسس في المنطقه بتاعه الجلوتيال هو البيودندال نيرف. والبيودندال نيرف ده رايح يغذي المصل اللي موجوده في البلفس، فهم مهم جدا لما نتكلم على الجزء بتاع البلفس، ولكن هناخده عنه كم معلومه كده بسيطه خالص. نبدأ نتكلم عليهم واحدة واحدة، وكل واحدة ليها ريليشن، هنحاول الريليشن بتاعها نبسطوه على قد ما نقدره. أول حاجة بالنسبة للبوستيرو كوتينيوس نيرف، هو طالع منين؟ لسه قايلين إن هو طالع من الساكرال بليكسس اس1 اس2 اس3. بيعدي ازاي؟ ده بيدخل الجلوتيال ريجون عن طريق الجريتر سياتيك فورامين، وركز في الجملة دي، جريتر سياتيك فورامين تحت البايريفورم. تقريبا هتتكرر فيهم كلهم، إن كلهم كان في حاجه اسمها جريتر ساتيك نوتش. لما شرحت لك الهيب كان في حاجه اسمها جريتر ساتيك نوتش، وكان في حاجه اسمها ليسر ساتيك نوتش. معظمهم بيعدي فيه الجريتر ساتيك فورامين اللي هو الجريتر ساتيك نوتش. لو جينا بصينا على الرسمه اللي انا جايبها لك دي لما لك كل الانرفيشن اللي رايح بتاع الجلوتيال ريجون. يعني لو جيت بصيت كده هتلاقي ادي السوبيرو جلوتيال نيرف، ادي الانفيرو جلوتيال نيرف، ادي البوستيرور فيمورال كوتينيوس معانا. بعد كده البيودندال نيرف، وزي ما قلت لك البيودندال نيرف لو تلاحظ رايح فين؟ رايح على الجزء بتاع البلفس والعضلات واللي هو الاورجان بتاعت الجينيتاليا. هتلاقي ايه تاني في النيرفات بتاعت الجلوتيال ريجون؟ هتلاقي النيرف اللي رايح يغذي الكوادريتاس فيمورس، وزي ما قلنا الانفيرور جيميلاس. شايف معدي ازاي ديب تو ذا ماسل عشان يوصل للكوادريتاس فيمورس ويغذيها. مين النيرف الكبير ده؟ النيرف الكبير اللي انت شايفه ده هو السياتيك نيرف، معدي تحت العضله دي اللي هي عضله البايريفورم. مهمه جدا البايريفورم لان احنا هنتكلم على الريليشن بتاعت النيرفات مع البايريفورم. يعني لو جيت بصيت على السوبيرو جلوتيال نيرف هتلاقيه معدي فوق البايريفورم، اما معظم النيرفات التانية كلها معديه تحت البايريفورم. كلهم بيعدوا في الجريتر سياتيك فورامين. بعد ما يعدوا في الجريتر سياتيك فورامين ده كده الجريتر سياتيك فورامين اللي هو فوق الاسكيال سباين. لو تفتكروا لما شرحنا البون او الهيب بون قلنا ان الاسكيال سباين كان بيفصل لك الجريتر سياتيك فورامين من فوق عن الليزر سياتيك فورامين من تحت، او الليزر سياتيك نوتش. ده برضو البوستيرو كوتينيوس نيرف زي ما انت شايف، هو عدى على الجزء بتاع البوتوكس عشان يدي مين؟ عشان يدي اللور ميديال كوتينيوس للسكين، وبعد كده هينزل على البوستيرور بتاع الساي عشان يديله برضو الكوتينيوس نيرف. ادي
البوستيرو كوتينيوس نيرف. يبقى هو زي ما قلنا برانش من الساكرال بليكسس اس 1 و2 و3 بيعدي في الجريتر سايتك فورامين. فين في الجريتر سايتك فورامين؟ تحت البايروفورم. هتلاقيهم كلهم بيعدوا تحت البايروفورم ما عدا العضله بتاعه ما عدا النيرف اللي هو السوبيرو جلوتيال نيرف، هو الوحيد اللي بيعدي فوق البايروفورم. باقي الريليشن مثلا بيقول لك ان هو على البوستيرو سيرفيس بتاع السايتك نيرف ديبتو جلوتياس ماكسيمس، وكده كده كلهم ديبتو جلوتياس ماكسيمس لان هي اللي موجوده من بره. هيمشي بعد كده على الثاي من ورا عشان يديلك زي ما قلنا البوستيرو كوتينيوس بالنسبه للثاي من ورا. هيمشي على العضله الموجوده من ورا اللي هي عضله البايسبس فيموريس عشان يدي ايه؟ يدي البوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، او يدي قصدي البوستيرو كوتينيوس بتاع الساي وجزء من البوبليتيال. زي ما انت شايف لو رجعنا للرسمه دي هنلاقوا ان هو عاطي جزء من البوبليتيال وعاطي البوستيرور اسبكت اوف ذا ساي. يبقى ده البوستيرور اسبكت اوف ذا ساي وادي جزء من البوبليتيال، ده هو البوستيرور كوتينيوس نيرف. سيبك من الريليشن بتاعته ويهمني اكتر ايه البرانشات بتاعته، ايه البرانشات اللي بيديها البوستيرو كوتينيوس نيرف. اول برانش بيدي برانش كوتينيوس في الجلوتيال ريجون زي ما قلنا اللور ميديال كوادرانت اوف ذا بوتوك. يدي بعد كده برونيال برانش رايح فين؟ رايح على السكروتم، وفي ده السكروتم ده في الميل ورايح على الليبيا ماجورا في الفيميل. بعد كده هيدي كوتينيوس برانش زي ما قلنا للباك اوف ذا ساي لحته من البوبليتيا الفصه، وكمان ممكن ياخد جزء من الليج الابر بارت اوف ذا ليج، الابر بارت اوف ذا ليج. يبقى ده الجزء المهم بالنسبه لي. سيبك من الريليشن وخليك ان هو طالع من الساكرال بليكسس. زائد هيدي اللور ميديال كوادرانت اوف ذا بوتوك، هيدي البورنيال برانش عشان يروح يغذي السكروتم والليبيا ماجورا، وبعد كده هيدي كوتينيوس برانش للباك اوف ذا ساي. بعد كده النيرف اللي بعده هو نيرف مهم خالص اللي هو السياتيك نيرف، وزي ما قلنا ده اكبر نيرف في الجسم، ذا لارجست نيرف ان ذا بادي، طالع من ال4 5 اس1 اس2 اس3. طب الريليشن بتاعته زي ما انت شايف، ادي العضله اللي احنا قلنا عليها مهمه اللي هي البايريفورم، وادي السياتيك نيرف طالع من الجريتر سياتيك فورامين او الجريتر سياتيك نوتش. هو اسمه فورامين عشان عندك النوتش بيبقى كده، لو جيت سديته بممبرين او ليجامنت بسميه فورامين، فيعدي فيه الاستراكشر زي مثلا السياتيك نيرف. ما علينا، يبقى هو هيعدي في الجريتر سياتيك فورامين تحت البايريفورم، وبعد كده هينزل على مين؟ هينزل على البوستيرور اسبكت اوف ذا ثاي، ويبدا بعد كده ينقسم الى جزئين، ينقسم الى كومون برونيال نيرف وتيبيال نيرف. لو تلاحظ كومون برونيال نيرف هيلف عشان يروح قدام، هنتكلم عليه لوحده، والتيبيال نيرف هيبقى مكمل على البوستيرور اسبكت من ورا بالنسبه للليج. يبقى زي قال لك ده ذا لارجست نيرف ان ذا بادي ايميرج فروم ذا بلفس، يعني بيطلع من البلفس ازاي؟ عن طريق الجريتر سياتيك فورامين تحت البايريفورم. في نهاية الساي at the lower third of the ساي ينتهي بان هو بينقسم الى tibial نيرف، والتيبيال ده اللي هيكمل معاك في الناحية البوستيرور، والكومون برونيال نيرف ده اللي هيلف وينقسم عشان يديك السوبرفيشال. عارفين ان في سوبرفيشال برونيال وديب برونيال، فده الانقسامة بتاعت الكومون برونيال نيرف، هنتكلم برضه عليهم بالتفصيل. قلنا بينقسم فين؟ بينقسم عند اللور سيرد اوف ذا ساي، ات ذا لور سيرد اوف ذا ساي من تحت. ممكن في بعض الناس بينقسم عندهم في هاير ليفل، يعني بينقسم عندهم من فوق. طب ايه البرانشات اللي بيغذيها السياتيك نيرف او بيديها السياتيك نيرف؟ اول حاجه بيدي التيبيال نيرف والكومون برونيال نيرف، زي ما قلنا هينقسم، هيدي التيبيال نيرف والكومون برونيال نيرف في المنطقه بتاعه الجلوتيال ريجن، او ممكن ينقسم في الثاي. الماسكولار برانش بتاع السياتيك او التيبيا، وده شرحناهم في البوستيرو كومبارتمنت اوف ذا ساي. قلنا كل البوستيرو كومبارتمنت اوف ذا ساي كانت بتاخد من السياتيك نيرف ما عدا مين؟ اللي هو السياتيك نيرف التيبيال، ما عدا مين؟ ما عدا الشورت هيد اوف ذا بايسبس. الشورت هيد اوف ذا بايسبس الوحيده اللي قلنا عليها كانت بتاخد من الكومون برونيال نيرف. يبقى التيبيال نيرف من السياتيك كان بيدي ايه؟ كان بيدي العضلات بتاعه البوستيرو كومبارتمنت اوف ذا ساي. هيدي اللونج هيد اوف ذا بايسبس لان الشورت هيد هتاخد من الكومون برونيال، برضه فرع من السياتيك ولكن مش من التيبيال. السيمي تندينوزيس، السيمي ممبرونوزيس، زائد الهامسترنج بارت اوف ذا ادكتور ماجنس، لان احنا قلنا الادكتور ماجنس بنقسموها الى جزئين، في جزء بسميه ادكتور بارت وفي جزء بسميه هامسترنج بارت. الدكتور بارت تبع العضلات بتاعه الميديال كومبارتمنت فبياخد عن طريق الاوبتريتور نيرف، اما الهامسترنج بارت ده بعتبره تبع البوستيرور فبديله مين؟ بياخد من السياتيك نيرف. وبعد كده هيدي ارتيكولار برانش، يعني هيروح يغذي الجوينت. مين جوينت؟ هيغذي الهيب جوينت عن طريق التيبيال، والني هيوصل عن طريق التيبيال والكومون برونيال. يبقى ده كده البرانشات بتاعته وايه الماسل اللي هيغذيها. في كلينيكال ابلكيشن مهم جدا بالنسبه للسياتيك نيرف وهو الانترا ماسكولار انجكشن، المكان اللي تدي فيه الحقنه. المكان اللي تدي فيه الحقنه لو سمعت حد شرحها لك، زي احنا بنقسم 4/4، بنقسم المنطقه دي 4/4، وبندي فين؟ بندي في الابر لاترال كوادرانت. هتدي جمله مشهوره، الحقنه بتديها في الابر لاترال كوادرانت. طب ليه ما بتديهاش في حته ثانيه؟ اول حاجه ما ينفعش تديها في الابر ميديال كوادرانت، لان احنا هنعرفه ان هنا بيبقى موجود السوبيرو جلوتيال نيرف، وما ينفعش تصيب السوبيرو جلوتيال نيرف، لانك لو صبته
وحصل انجري للسوبيرو جلوتيال نيرف، ده هيؤدي الى الباراليسيس للجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيماس. ليه ما ينفعش تديها تحت؟ لانك لو عطيتها في المنطقه دي، ده المنطقه دي بيعدي فيها السياتيك نيرف، ولو انت صبت السياتيك نيرف ده مشكله كبيره خالص. ده ممكن، ده السياتيك نيرف ده بيغذي كل الليج تحت، وكان بيغذي البوستيرو كومبارتمنت بتاعه الصاي. فتخيل ان كل العضلات دي هيحصل لها باراليسيس. فايه المكان الامن اللي ممكن تدي فيه؟ هو الابر لاترال كوادرانت، عشان تتجنب السياتيك نيرف انجري. خلصنا كده السياتيك نيرف. التفرعات بتاعته اللي هي التيبيال نيرف والكومن برونيال هنتكلم عليهم، لان انا قلت لك احنا واخدينها منطقه منطقه. يعني واخدين منطقه الجلوتيال، وبعد كده ناخد منطقه الساي، بعد كده ناخد المنطقه بتاعه الليج، فهنتكلم عليهم لما نوصلوا للمنطقه بتاعتهم. دلوقتي بالنسبه للسوبيرو جلوتيال نيرف، قلنا برضه طالع من الساكرال بليكسس، بيعدي في الجريتر سياتيك فورامين، رايح فين؟ فوق البايرفورم. ده الوحيد اللي بيعدي فوق البايرفورم، عشان هيروح يغذي الجلوتياس ميدياس اند جلوتياس مينيماس، ران بتوين جلوتياس ميدياس اند جلوتياس مينيماس، وهيغذيهم. مين العضلات اللي قلنا بتاخد من السوبيرو جلوتيال نيرف؟ عندك 3 عضلات: جلوتياس ميدياس، جلوتياس مينيماس اند تنسور فاشيالاتا. الجزء ده عشان تفهمه لازم تبقى مذاكر الاجزاء اللي فاتت والعضلات اللي فاتت، عشان احنا كل النيرف سبلاي يعتبر اتكلمنا عليها. احنا دلوقتي بناخد الريليشن بتاعتها وبنجمعه البرانشات تاني. الانفيرو جلوتيال نيرف برضه طالع من الساكرال بليكسس ال 5 اس 1 اند اس 2، بيغادر برضه عن طريق الجريتر سياتيك فورامين تحت البايرفور، كلهم عدوا تحت البايرفور جنب البوستيرو كوتينيوس نيرف، عشان يغذي مين؟ عشان يغذي الجلوتياس ماكسيموس. يبقى ده كده الانفيرو جلوتيال نيرف. تعرف عنه ايه؟ احنا خلاص عرفنا ان كلهم بيعدوا تحت البايرفورم ما عدا السوبيرو جلوتيال نيرف. فالحته دي يعني ما تشغلكش، انت خلاص عارف ان كله هيعدي تحت البايرفورم. ده برانش من الساكرال بليكسس واحنا عرفناهم في الاول، بس هو تعرف ان هو بيعمل سبلاي للجلوتياس ماكسيموس. تدخل بعد كده على البيودندال نيرف، وده اللي ما اتكلمناش عليه في الجزء بتاع اللور ليمب، لانه بيعتبر اكتر تبع البلفس. هنتكلم عليه لما نشرحه البلفس، عشان هو راح يغذي المسل بتاعه البلفس. البرانش هو من الساكرال بليكسس، عشان كده ذكرناه، يعني اس 2 اس 3 اس 4. بيمشي ازاي؟ ده بيعدي اول حاجه في الجريتر سياتيك فورامين، وبعد ما يعدي في الجريتر سياتيك فورامين يلف ويدخل في الليسر سياتيك فورامين. احنا قلنا في اسكال سباين، فوق الاسكال سباين جريتر سياتيك فورامين، تحت الاسكال سباين ليسر سياتيك فورامين. هو بيمشي ازاي؟ هيمشي في الجريتر سياتيك فورامين، يلف يعدي في الليسر سياتيك فورامين، عشان يدخل في كنال اسمها البيودندال كانال مع الانترنال بيودندال فيزل. يبقى ماشي جنب الانترنال بيودندال فيزل، ويدخل بعد كده على العضلات بتاعه البلفس. هيدي ايه في البلفس؟ هيدي نيرف اسمه انفيرو ريكتال نيرف، ده كان رايح لمين؟ رايح للريكتم، ما اتكلمنا عليه في الجي اي تي. هيدي نيرف رايح للبينس او الدورزال نيرف اوف ذا بينس. هيدي نيرف اسمه البرونيال نيرف، ادي البرونيال نيرف اللي هو رايح للمنطقه بتاعه الجينيتاليا والاجزاء بتاعه البلفس، وهو يعتبر خاص بالبلفس اكتر من اللور ليمب. احنا بس اتكلمنا عليه لانه طالع من الساكرال بليكسس. بعد كده معاك النيرف 2 كوادريتاس فيمورس، ومعاها مين كمان؟ ومعاها الانفيرو جيميلاس، لان الانفيرو جيميلاس بتتلزق. رايحه فين النيرف 2 كوادريتاس فيمورس؟ اول حاجه طالعه من الساكرال بليكسس برضه، وبتعدي في الجريتر سياتيك فورامين تحت البايروفورم، نفس الكلام. وقلت لك بدري ان هو ده بيمشي ديب، يعتبر ديب لكل حاجه، لغايه ما ينزل يقابل مين؟ لغايه ما يقابل الكوادريتس فيمورس والانفيرو جيميلاس، وبيدي برضو الارتكوليشن بالنسبه للهيد. شايف ادي مش هقول لك عليه هنا النيرف تو كوادريتس فيمورس، وموجود كله تحت المصل، فيبقى ديب تو ذا مصل لغايه ما يوصل للعضله دي اللي هي الانفيرو جيميلاس والكوادريتس فيمورس ويغذيها. اخر حاجه معانا في الجزء بتاع النيرف هو نيرف 2 اوبتريتور انترنس، وعرفنا ان الاوبتريتور انترنس هي والسوبيرو جيميلاس الاثنين بياخدوا من نيرف اسمه نيرف 2 اوبتريتور انترنس. ده برانش برضه من الساكرال بليكسس، هيعدي في نفس الفكره في الجريتر سايتيك فورامين تحت البايرفورم، ويعمل زي البيودندال، يدخل البلفس تاني عن طريق الليسر سياتيك فورامين، زي ما عملنا بالظبط. الانترنال بيودندال كان طالع تحت البايرفورم، بعد كده راح عدى من الجريتر سياتيك فورامين للليسر سياتيك فورامين. طب راح يدي برانشات لمين؟ زي ما قلنا ده هيغذي عضلتين، هيغذي الاوبتريتور انترنس وهيغذي السوبيرور جيميلاس. خلصنا كده الجزء بتاع النيرفس اوف ساكرال بليكسس، دي النيرفات اللي بتطلع من الساكرال بليكسس. اتكلمنا عن كل واحده الريليشن بتاعتها ايه في منطقه الجلوتيال. زي ما قلت لك انا بتكلم على منطقه منطقه، يبقى انا دلوقتي عند المنطقه بتاعه الجلوتيال ريجون بس. تعال ناخد الارتيريال سبلاي بتاع الجلوتيال ريجون. نفس الفكره زي ما كان عندي انفيرور جلوتيال نيرف وسوبيرور جلوتيال نيرف، هيبقى عندي سوبيرور جلوتيال ارتري وانفيرور جلوتيال ارتري. طالعين منين دول؟ طالعين من الانترنال الياك ارتري.
ده فرع كبير كده من الاورطه كان بينقسم يدي الكومون الياك. الكومون الياك كان ينقسم يدي انترنال الياك واكسترنال الياك. الانترنال الياك ارتري البوستيرور ديفيجن بتاعته كانت بتدي السوبيرور جلوتيال نيرف. ومعاك برضه الارتري قصدي انفيرور جلوتيال ارتري طالع من الانتيرور ديفيجن اوف ذا انترنال الياك ارتري. يبقى الانترنال الياك ارتري هيدي انتيرور ديفيجن بسميه انفيرور جلوتيال ارتري، لما يدخل المنطقه بتاعه الجلوتيال هسميه له انفيرور جلوتيال ارتري. وعندك البوستيرور ديفيجن بتاعه من الانترنال الياك ارتري هو السوبيرور جلوتيال ارتري. ده رايح فين؟ هيعدي فوق البايروفورم زي اخوه اللي هو السوبيرور جلوتيال نيرف عشان يروح يغذي العضلات والاجزاء اللي موجوده في المنطقه دي من الجلوتيال. اما الانفيرور جلوتيال ارتري هيعدي تحت البايروفورم، هيدخل الجريتر سياتيك فورامين ويعدي تحت البايروفورم، بعد كده برضه يدي التفرعات بتاعته جوه الجلوتيال ريجون. يبقى احنا كده ما اتكلمناش في الارتيريال سبلاي بتاع الجزء بتاع الجلوتيال ريجون غير على تو ارتري، واحد اسمه سوبيرو جلوتيال ارتري وواحد اسمه انفيرو جلوتيال ارتري، والاثنين طالعين من الانترنال الياك ارتري، واحد بوستيرو ديفيجن وواحد انتيرو ديفيجن. واحد معدي فوق البايروفورم لانه اسمه سوبيرور زي اخوه النيرف لما عدى فوق البايروفورم، وبعد كده ينقسم يدي البرانشات بتاعته ويغذي الاجزاء دي، وواحد معدي تحت البايروفورم. الموضوع اللي بعد كده هو موضوع الانستموزس اللي بلاقيه حوالين الانتيرور سوبيرور الياك سباين. ادي الانتيرور سوبيرور الياك سباين. يعني ايه انستموزس؟ زي ما قلنا كذا مره، الانستموزس معناها ان كذا ارتري هيتحدوا مع بعض بحيث ان هم يعملوا لي مسار بديل. لو حصل عندي انسداد في اي جزء ممكن تفتح الانستموزس دي والجزء الثاني هو اللي يوصل لك الدم لاجزاء الجسم. فدي الفكره بتاعه الانستموزس. بلاقي انستموزس موجوده حوالين الانتيرو سوبيرور الياك سباين. طب مين بيكون لك الانستموزس دي؟ اول حاجه بتلاقيها السوبيرور جلوتيال نيرف اللي احنا لسه متكلمين عليه، ده احد الارتريز اللي بتكون الانستموزس حوالين الانتيرو سوبيرور الياك سباين. بتلاقي برضو اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري، ده برانش من الفيمورال ارتري هنتكلم عليه، ده بيشارك في الجزء بتاع الانستموزس. هتلاقي الديب سيركمفلكس الياك ارتري ده طالع من الاكسترنال الياك ارتري برضه هيساهم في الانستموزس. وهتلاقي سوبرفيشال سيركمفلكس، يبقى انت عندك ديب سيركمفلكس الياك ارتري، سوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري، ادي كده ديب وسوبرفيشال سيركمفلكس، وعندك السوبيرو جلوتيال نيرف، وعندك اللاترال سيركمفلكس فيمورال ارتري. كلهم دول هيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لك الانستموزس اللي حوالين الانتيرور سوبيرور الياك سباين. قلنا الانستموزس بتظهر امتى؟ الانستموزس بتظهر لما يحصل عندك مشكله في المسار الرئيسي بتاعك. هنا المسار الرئيسي بتاعك هو الفيمورال ارتري، لو حصل ليجيشن يعني تسد الفيمورال ارتري اتخيط اثناء العمليه الجراحيه، هتبدا تفتح الانستموزس بتاعه الانتيرو سوبيريور الياك سباين عشان تحاول توصل الدم على قد ما تقدر. كده الانستموزس اللي موجود حوالين الانتيرو سوبيريور الياك سباين، واحنا كده خلصنا المنطقه بتاعه الجلوتيال. هندخلوا فين دلوقتي؟ هندخلوا على المنطقه بتاعه الساي، وهنقسموا الساي فرونت اند ميديال اسبيكت اوف ذا ساي، المفروض البوستيرور اسبيكت اوف ذا ساي. احنا البوستيرور اسبيكت اوف ذا ساي يعتبر اتكلمنا عليه ككوتينيوس نيرف، قلنا البوستيرور كوتينيوس نيرف، واتكلمنا على العضلات بتاعته اللي كانت تاخد عن طريق السايتيك. فضلنا دلوقتي بس نتكلم عن البلاد سبلاي بتاعه، وطبعا الفينس درينج بتاعه اللور ليم كلها هناخدوها مع بعض. ندخل دلوقتي على الفرونت اند ميديال اسبيكت اوف ذا ساي، واول حاجه زي ما احنا ماشيين الكوتينيوس نيرف بتاعه الساي. لو جينا بصينا على الفرونت اوف ذا ساي اللي هتلاقيه قدامك، ادي الجزء ده كده هو الجزء بتاع الفرونت اوف ذا ساي. مين اللي بيعمل لك الكوتينيوس نيرف في الجزء ده؟ اول حاجه على الناحيه اللاترال بتلاقي لاترال كوتينيوس نيرف، ولو تفتكروا لاترال فيمورال كوتينيوس نيرف ده كان طالع منين؟ ده كان طالع من اللامبر بليكسس وراح يغذي اللاترال اسبيكت اوف ذا ساي او الفرونت اوف ذا ساي. اللاترال اسبيكت واخد اللاترال اسبيكت كله زي ما انت شايف الجزء اللي في النص ده بيديه الفيمورال نيرف. وبعد كده عندك على الناحيه الميديالي الاوبتريتور نيرف بيدي برانش كوتينيوس برانش من الاوبتريتور نيرف عشان يغذي الجزء ده. وفي نيرف تاني اسمه الميديال فيمورال كوتينيوس نيرف. ومين اللي باللون الاخضر اللي ظهر معاك من ورا؟ هو البوستيرور كوتينيوس نيرف. يبقى تاني ناخدهم واحده واحده. الاول حاجه معاك لو بصينا من فوق هتلاقي مين؟ هتلاقي الفيمورال واخد لك الجزء بتاع الفرونت، ده الفيمورال نيرف هيغذي الجزء بتاع الفرونت. هتلاقي في نيرف اسمه لاترال كوتينيوس نيرف هيغذي الجزء اللاترال اسبكت. هتلاقي على ناحيه الادكشن في الابر بارت اوف ذا ساي على ناحيه الادكتور ماسل اللي هو الاوبتريتور نيرف عشان يدي الجزء ده، جزء صغير خالص. تحتيه برضو على الناحيه الميديال بتلاقي الميديال فيمورال كوتينيوس نيرف بيغذي الجزء اللي تحت الاوبتريتور على طول. ومن ورا هتلاقي مين؟ ومن ورا هتلاقي البوستيرور فيمورال كوتينيوس نيرف واخد الجزء ده كله زي ما قلنا، واخد البوستيرور اسبكت اوف ذا ساي، واخد جزء من البوبليتيال، واخد الابر بارت اوف ذا ليج. فدي كده الكوتينيوس نيرف اللي موجوده معايا. يبقى معايا لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، شفناه فوق. اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي كان بيعمل ايه؟ كان بيغذي لك الجزء اللاترال اسبكت اوف ذا ساي. عندك جينتيو فيمورال نيرف، جينتيو فيمورال نيرف ده هتلاقيهم موجودين من فوق بيغذوا اجزاء من فوق. عندك اتنين، عندك واحد اسمه الجينتيو فيمورال نيرف، وعندك الاليونجوينال نيرف، والاثنين دول
شرحناهم في الجي اي تي، واخدين كده جزء صغير. تعال اوريها لك تاني. في الابر بارت اوف ذا ساي واخدين جزء صغير خالص، ده الجزء بتاع الجينيتو فيمورال وده الجزء بتاع الاليو هايبوجاستريك. فانت لو جالك سؤال ايه النيرفات اللي بتشارك في الكوتينيوس بتاع الساي، هتكتب له الاجزاء دي، هتكتب له الجينيتو فيمورال، الاليو هايبوجاستريك، اللاترال كوتينيوس من ورا البوستيرو كوتينيوس، في ناحيه الميديال في اللي هو الميديال كوتينيوس نيرف، وفي برضه جزء من الاوبتريتور نيرف بيغذي. يبقى مين تاني معاك؟ الفيمورال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف، معاك الاليونجوينال نيرف، معاك الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، في الانترميديات كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، ادي الانترميديات كوتينيوس نيرف، ادي الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، ومعاك برانش من الانتيرو ديفيجن بتاع الاوبتريتور نيرف، هنتكلم عليه الاوبتريتور نيرف دلوقتي. يبقى هو اللي هيدي الجزء ده، هيدي جزء كوتينيوس على الميديال اسبكت اوف ذا ساي سمول اريا بس. يبقى ده الكوتينيوس اللي هيغذي لي الفرونت اند ميديال اسبكت اوف ذا ساي، السكن بتاع الساي. كده احنا خلصنا ايه الجزء الكوتينيوس نيرف بتاع الساي. ندخل بعد كده على النيرفات اللي بتغذي المصل، اللي هم مين معايا الفيمورال نيرف زي ما قلنا كان بيغذي الانتيرور كومبارتمنت اوف ذا ساي، اتكلمنا عنه في الجزء لما اتكلمنا على المصل اللي هناك، كان بيغذي الانتيرور كومبارتمنت اوف ذا ساي. ومعايا الاوبتريتور نيرف اللي كان بيغذي الميديال كومبارتمنت اوف ذا ساي. احنا سيبنا دلوقتي الجزء بتاع الفيزل الارتري والفين، ونتكلم على النيرف وبعد كده هنرجع لهم تاني، بس امشوا بالترتيب ده احسن، لان احنا كنا ماشيين كوتينيوس نيرف، مش هينفع نفصلها في فيزل وبعد كده نرجع تاني نتكلم على النيرف. فاحنا ماشيين دلوقتي على نتكلم على الفيمورال. الفيمورال نيرف طالع منين؟ طالع من اللمبر بليكسس. اما اللي فاتوا اللي كنا بنتكلم عليهم في المنطقه بتاعه الجلوتيال كلهم كانوا طالعين من الساكرال بليكسس. يبقى عندي اللمبر بليكسس اللي 2 3 و4 هيطلع الفيمورال نيرف، وده اكبر برانش من اللمبر بليكسس. دي كل البرانشات بتاعه اللمبر بليكسس، بتلاقي الاليونجوينال، الاليو هايبوجاستريك، الجينيتو فيمورال. هيطلع معاك الفيمورال نيرف اللي احنا عايزينه، ده لارجست برانش من اللمبر بليكسس، وبرده الاوبتريتور نيرف احنا عايزينه لان ده قلنا هو اللي هيغذي الميديال كومبارتمنت اوف ذا ساي. نبدا باول حاجه هو الفيمورال نيرف، وتعالى نشوفوا الريليشن احسن حاجه للريليشن انت تشوفها عن طريق الصور. هتلاقي اول حاجه هو طلع فين؟ العضله دي اللي احنا بنسموها السوس ميجور، اتكلمنا عليها، طلع لاترال تو ذا سوس ميجور. وبعد كده هيعدي تحت اللينجوينال ليجامنت زي ما انت شايف. مين موجود جنبه؟ اللي موجود جنبه الفيمورال ارتري والفيمورال فين، دول الفيمورال ارتري والفيمورال فين، وهو دول كانوا موجودين جوه شيس. لو تفتكروا كان في شيس في الفيمورال ارتري والفيمورال فين والفيمورال كانال، ولكن النيرف كان موجود ورا الشيس ده وما كانش بيدخل جواه. لو تفتكروا الفيمورال شيس اتكلمنا عليه، هو ده الفيمورال نيرف. الفيمورال نيرف كان بيعدي زي ما قلنا على اللاترال بوردر بتاعت السوس ميجور، عارفها من الرسم احسن الريليشن. وبعد كده هيعدي تحت اللينجوينال ليجامنت، تحت اللينجوينال ليجامنت على طول هيبدا ينقسم ويدي انتيرور ديفيجن، ده انتيرو ديفيجن، وهيدي بوستيرو ديفيجن. يبقى انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن من الفيمورال نيرف. تعالوا نرجع للكلام تاني هتلاقوه هو زي ما قلت لك. هو اول حاجه قلنا ذا لارجست برانش اوف ذا لامبر بليكسس، بيخترق اللاترال بوردر بتاعه السوس ميجور، جنب اللاترال بوردر بتاعه السوس ميجور ينزل لتحت عشان يبقى موجود ورا الفاشيا الياكا. الفاشيا الياكا هي اعتبرها الفيمورال شيس، لانه ما كانش بيبقى موجود جوه الفيمورال شيس. يمشي لاترال تو ذا فيمورال ارتري اند فيمورال شيس بيهايند انجوينال ليجامنت، ورا الانجوينال ليجامنت. يبقى ده كده لاترال تو ذا فيمورال شيس، ادي الفيمورال شيس وادي الفيمورال ارتري، ده الفيمورال ارتري وده الفيمورال شيس اللي مغطيهم. هو هيمشي لاترال بالنسبه لهم، وبعد كده ينزل يروح فين؟ هينزل لتحت اللينجوينال ليجامنت، 1.5 انش تحت اللينجوينال ليجامنت، يعني حوالي 4 سم، وينقسم عشان يديك انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. تعال نتكلم على الانتيرو ديفيجن بتاعه والبوستيرو ديفيجن. الانتيرو هيدي مين والبوستيرو هيدي مين؟ الانتيرو ديفيجن بتاعه هيدي 2 سكين و2 ماسل. لو تفتكروا في الجزء بتاع الكوتينيوس نيرف اللي احنا لسه متكلمين عليه بتاع الساي، قلنا كان في حاجه اسمها الميديال كوتينيوس نيرف والانترميديات كوتينيوس نيرف، الاثنين دول كانوا طالعين من الانتيرو ديفيجن بتاعه الفيمورال نيرف. طب مين المصل اللي بيغذيها؟ احنا عارفين ان الفيمورال نيرف هيغذي كل الانتيرو كومبارتمنت، اللي هما كانوا مين؟ اللي معانا كان السارتوريوس، كان معانا البيكتينيوس، كان معانا مين تاني؟ الكوادريسبس بالاجزاء بتاعتها، اللي هو الفاستس ميدياليس، فاستس لاتراليس، فاستس انترميديات، والريكتس فيمورس. كل دول اجزاء بتوع الانتيرو كومبارتمنت اللي بيغذيهم الفيمورال نيرف. ولكن احنا دلوقتي قلنا معانا انتيرو ديفيجن ومعانا بوستيرو ديفيجن. الانتيرو ديفيجن كان بيدي ميديال كوتينيوس وانترميديات كوتينيوس، دول خلاص بتوع الكوتينيوس بتاع الساي، وهيدي تو ماسكولار برانش، واحده رايحه للسارتوريوس وواحده رايحه للبيكتينيوس. ولو تلاحظوا احنا البيكتينيوس قلنا احيانا تاخد من الاوبتريتور واحيانا تاخد من الفيمورال، فهي لو خدت من الفيمورال بتاخد من الانتيرور ديفيجن بتاع الفيمورال، وبيدي برضه فازو موتور للفيمورال ارتري.
يبقى عرفنا كده الانتيرو ديفيجن. تعال نشوفوا البوستيرو ديفيجن. البوستيرو ديفيجن بيدي واحد بس للسكن اللي هو السافينس نيرف، والسافينس نيرف ده مهم جدا في المنطقه بتاعه الليج، لان هو هيدي كوتينيوس نيرف او هيدي كوتينيوس ليه الجزء بتاع الليج، وهنتكلم عليه. ده مهم خالص السافينس نيرف. اعرف ان هو طالع من البوستيرو ديفيجن بتاع الفيمورال نيرف، وهيغذي اربع مصل اللي هم الكوادريسيبس فيمورس كلها، الفاستس ميدياليس، فاستس لاتراليس، فاستس انترميديات، والريكتس فيمورس. وهيغذي برضه ارتكيوليشن للهيب جوينت، هيدي البرانش اللي رايح الريكتس فيمورس يغذي الهيب جوينت، والبرانشات اللي رايحه للفاستس ميدياليس والفاستس لاتراليس والفاستس انترميديت هتغذي الني جوينت هي ومعديه عليه. وزي ما قلنا الفيمورال نيرف سبلاي ذا الياكس ان ذا ابدومين. يبقى الالياكس دي كانت بتاخد منين؟ الالياكس تبع الانتيرو كومبارتمنت، ولكن هتاخد من الفيمورال نيرف في الابدومين، مش في المنطقه بتاعه الثاي، هياخد من فوق. يبقى نبص عليهم سريعا في الرسمه لان الفيمورال النيرف مهم جدا. اول حاجه هيعدي جنب السوس ميجور، وبعد كده يجي لاترال تو فيمورال ارتري اند فيمورال شيس. تحت مين؟ تحت اللينجوينال ليجامنت زي ما انت شايف. يجي تحت اللينجوينال ليجامنت بحوالي 1.5 انش، يعني حوالي 4 سم، وبينقسم عشان يديك انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. هو عامة بيغذي مين؟ بيغذي العضلات اللي موجودة في الانتيرور اسبكت اوف ذا ساي. خدنا منهم السوس ميجور. السوس ميجور ملهاش دعوة بيه، بتتغذى عن طريق اللمبر مباشرة. وخدنا منهم مين؟ العضلة دي اللي هي الالياكس. بيقول لك ان الالياكس بتتغذى عن طريق الفيمورال نيرف ولكن في الابدومين. يبقى بتاخد من الفرع اللي هو موجود لسه في الابدومين. طب بعد كده لما ينزل تحت اللينجوينال ليجامنت هيبدا ينقسم، يدي لك الانتيرو ديفيجن والبوستيرو ديفيجن. قلنا الانتيرو ديفيجن كان تحفظ معاها 2 و2، 2 كوتينيوس اللي هم الانترميديات والميديال كوتينيوس نيرف بتوع الساي، الانترميديات كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي والميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي. واتنين ماسل، واحد رايح للسارتوريوس نيرف تو سارتوريوس، وواحد رايح للبيكتينيوس. وبعد كده كان البوستيرو ديفيجن بتاعه بيدي واحد للسكن اللي هو السافينس نيرف اللي هينزل تحت عشان يغذي في الليج، هيدي كوتينيوس في الليج. وبعد كده هيغذي الماسل اللي باقيه معانا هي مين؟ هما الماسل دول اللي هي الكوادريسيبس، هيدي الريكتس فيمورس، هيدي الفاستس ميدياليز، الفاستس لاتراليز، وتحتيهم الفاستس انترميديات. كل ده هيتغذوا عن طريق البوستيرور ديفيجن بتاع الفيمورال نيرف. يبقى احنا كده عرفنا البرانشات بتاعت الفيمورال نيرف وادي التجميعه بتاعتهم. قلنا معانا الكوتينيوس برانش من الفيمورال نيرف كان ميديال كوتينيوس وانترميديت كوتينيوس طالعين من الانتيرو ديفيجن. هنا تجميعه عامه. السافينس نيرف كان طالع من البوستيرو ديفيجن، ولو تلاحظ السافينس هيدي فين؟ هيدي كوتينيوس في الليج. بالنسبه بعد كده للماسكولار برانش كان بيروح يدي مين؟ كان بيروح يدي الالياكس، وزي ما قلنا دي بيغذيها في الابدومين بس. هيروح يدي السارتوريوس والبكتينيوس الاتنين دول من الانتيرور ديفيجن، وبعد كده من البوستيرور ديفيجن بتاعه يدي الريكتس فيموروس والفاستس ميدياليس، فاستس لاتراليس، فاستس انترميديات. وزي ما قلنا هيدي بالانتيرور ديفيجن بتاعه فازو موتور للفيمورال ارتري، وهيغذي الهيب جوينت وهيغذي الني جوينت. كده احنا عرفنا كل البرانشات بتاعه الفيمورال نيرف. دي السلايد دي مهمه جدا لازم تبقى حافظها. احنا قلنا بيطلع من البوستيرور ديفيجن بتاعه نيرف اسمه السافينس نيرف، وده مهم جدا عشان الكوتينيوس بتاع الليج. فهنتكلم دلوقتي على السافينس نيرف. يبقى ده احنا اتكلمنا على الفيمورال، نتكلم على البرانشات بتاعته اللي هو السافينس نيرف. السافينس نيرف ده طالع منين؟ طالع من البوستيرور ديفيجن بتاع الفيمورال نيرف لسه جايلينها. وده لو بصيت في الرسمه بتلاقيه على طول نازل رايح ناحيه الميديال، يبقى واخد الميديال اوف ذا ليج، هيعدي برضو على الني ميديالي راندا وينورد اند ميديالي، ويعمل كروس على الفيمورال ارتري. لما نتكلم على الفيمورال ارتري هنشوفوه السافينس نيرف معدي فوقيه، فعمل الكروس للفيمورال ارتري. وبعد كده يروح على الميديال سايد اوف ذا ني جوينت. هو ده كله عايز يروح فين؟ هو دلوقتي عايز يطلع عشان يروح على الميديال سايد اوف ذا ليج، ويمشي مع فين هناك اسمه جريت سافينس فين، برضه هنتكلم عليه في الفينوس درينج. وهو هنا معدي على الميديال سايد بتاع الليج هيديها الكوتينيوس نيرف بتاعها، يبقى هيدي سكين للميديال سايد اوف ذا ليج. ويروح فين لتحت؟ هيكمل بعد كده برضو على الميديال سايد عشان يوصل للفوت، ويعدي عند الميديال مالولس فرونت اوف ذا ميديال مالولس، هيعدي قدام الميديال مالولس عشان يوصل للفوت. وبعد كده يدي لك مين؟ يدي لك هناك برضو الكوتينيوس في الدورزم اوف ذا فوت، ياخد الجزء الميديال منه هو الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه ما يوصل للبيز بتاعه البيج 2 او البول اوف ذا بيج 2. هوريك الشكل بتاع البيج 2 ده. لو بصيت كده على المنطقه بتاعه الليج هتلاقي ان الميديال سايد بتاعك ادي الجزء ده اللي هو الميديال سايد اوف ذا ليج، واخد منين؟ واخد من السافينس نيرف، وهينزل برضو على الفوت عشان يدي الميديال سايد بتاعتها ادي السافينس نيرف لغايه ما يوصل للبول بتاعه البيج. يبقى ده كده زي ما انت شايف اللي من اول هنا كده ده السافينس نيرف، هيمشي على الميديال اسبكت لغايه ما يوصل زي ما قلنا البول بتاعه البيك 2. ايه البول بتاعه البيك 2؟ يعني هي مش باينه جوه في الصوره معاك، ولكن البول اوف ذا بيك 2 هي لو انت عندك ده الفيرست ميتاتارزل بتاعه مين؟
بتاعت البيك 2 ده الفيرست ميتاتارزال بون. وبعد كده تبدا الفلانجيس بتاعتك. البول هو عند الفيرست ميتاتارزال، هنا عندي النهايه بتاعت الفيرست ميتاتارزال، ده بسميها البول اوف ذا بيك 2، ولكن تحفظها كده خلاص ان هو رايح لغايه البول اوف ذا بيك 2. برضه بيدي برانش في حاجه اسمها سب سارتوريال بليكسس، وعباره عن برانشات كده هتتجمع مع بعض وتكون لك بليكسس. سميناها سب سارتوريال لان هي موجوده تحت العضله اللي اسمها السارتورياس ماسل، هنتكلم عليها برضه سب سارتوريال بليكسس. وبعد كده هيدي انفرا باتيلر برانش عشان يكون لك الباتيلر بليكسس مع الباتيلا. السبلاي قلنا عليه اللي هو بيدي السكين بتاعت الميديال سايد اوف ذا ليج والميديال سايد اوف ذا فوت فار از لغايه ما يوصل للبيز بتاعت البيك 2. يبقى عند البيز اوف ذا بيك 2 دي النهايه بتاعت السافينس نيرف. كده احنا خلصنا النيرف الكوتينيوس بتاع، رتب افكارك، الكوتينيوس بتاع الثاي كله خلصناه. خدنا البوستيرور مع السياتيك ومع البوستيرور كوتينيوس لما اتكلمنا على الساكرال بريكسس، وخدنا دلوقتي الميديال والانتيرو كومبارتمنت بتاعت الثاي. فاضلنا مين؟ فاضلنا الاوبتريتور نيرف والنيرفات اللي راح تغذي الميديال كومبارتمنت، وفاضلنا برضو الجزء بتاع الفيزل اللي احنا سيبناه فوق. هي الترتيبه بس بتاعتهم اللي بتخلي الموضوع غريب شويه، لان انت بتبقى في نيرف وبعد كده تدخل في فين وبعد كده تدخل في ارتري. فهي الترتيبه الاول التقسيمه اللي احنا مشيناها في الابر ليمب احسن من كده، ان احنا خدنا النيرفات كلهم ورا بعض، وبعد كده خدنا الارتيريال سبلاي، بعد كده خدنا الفينس درينج، بعد كده اتكلمنا عن الليمفاتيك درينج. هنا زي ما قلنا متقسمين منطقه بس ان شاء الله يبقوا مظبوطين معاكم. اول حاجه معايا اللي هم السوبرفيشال فين. تعالى نتكلموا على الفين بتاعه اللور ليمب. هتقسمهم يا اما سوبرفيشال فين يا اما ديب فين. واشهر الديب فين اللي هنتكلموا عليهم هم مين؟ هم الفيمورال فين والبوبليتيال. اتذكرت معانا الاسماء دي، في زي ما في فيمورال ارتري، زي ما في فيمورال فين، في زي ما في فيمورال نيرف، في فيمورال فين. خلينا في الاول حاجه في السوبرفيشال فين. سميناهم سوبرفيشال لانه موجودين سوبرفيشال. لو بصيت كده شرحت لك حاجه، قلت لك ان في فاشيه بتبقى مغطيه الجزء بتاع الثاي كله، شرحت لك في اول محاضره في الثاي ان في فاشيه واخده الجزء كله ده مغطيه، عامله زي شراب كبير، كانك لابس شراب كبير في رجلك جايب من تحت لغايه فوق. هو ليه سميناه سوبرفيشال؟ لانه موجود سوبرفيشال بالنسبه للفاشيه دي، يعني مش موجود من جوه، فعشان كده سميناها سوبرفيشال فينوس درينج. طب البدايه بتاعته منين؟ هو بيبدا تحت من الدورزال فينوس ارش، نفس الحوار بتاع الابر ليم. اتكلمنا على الدورزال فينوس ارش اللي كان موجود في الابر ليمب، وبعد كده كان بيدي مين لو تفتكروا؟ كان بيدي سيفاليك وبيزاليك. سيفاليك وبيزاليك هنا هيدي اتنين برضو. الدورزال فينوس ارش هيدي اتنين، هيدي واحد اسمه جريت سافينس فين، هيعدي على الناحيه الميديال زي ما شايف، هيمشي ميديال تو عند الميديال مالولس وهيمشي ميديال تو ذا ليج. وهيدي واحد تاني اسمه السمول سافينس فين على الناحيه اللاترالي، سمول سافينس فين على الناحيه اللاترالي. يبقى كده انا بتكلم على السوبرفيشال فين. اول حاجه معايا البدايه بتاعتي كانت من الفوت، حاجه اسمها دورزال فينوس ارش، كان بيجمع من الديجيت ويجمع لك من كل الاجزاء بتاعه الفوت، ويروح يعمل درينج فين؟ هيديك معاك جزئين، على الناحيه الميديالي هيديك الجريت سافينس فين على الناحيه اللاترال والبوستيرور، عشان السمول سافينس ده هيبقى يروح لاترال وبعد كده يروح لافف بوستيرور، هيديك السمول سافينس فين. بعد كده اللي هيحصل هيكمل معاك الجريت سافينس فين لغايه ما يدخل في الفتحه اللي موجوده في الفاشيه بتاعه الصاي، ودي كلمتك عليها برضو، بسميها السافينس اوبننج عشان بيعدي فيها السافينس فين. هيعدي فيها ويفتح في اللي موجود من ورا هو الفيمورال فين. يبقى الجريت سافينس فين ده بعتبره من السوبرفيشال فين عشان الفاشيه او موجود قدام الفاشيه، موجود فوق الفاشيه، وبعد كده يروح يعمل ايه؟ يروح يفتح في الفيمورال فين عن طريق السافينس اوبننج زي ما انت شايف كده مكتوب السافينس اوبننج. وبرضه هيتحد معاه هنا السمول سافينس فين، ولكن يهمني اكتر الجريت سافينس فين. يبقى اول حاجه من السوبرفيشال فين هو الجريت سافينس فين. البدايه بتاعته منين؟ زي ما قلنا البدايه بتاعته طالع من الدورزال فينوس ارش، وبعد كده يمشي ميديالي، يطلع فرونت اوف ذا ميديال مالولس، وبعد كده يمشي ميديال على الميديال سايد اوف ذا ليج، وبعد كده يعدي على الني جوينت ويروح على الميديال سايد اوف ذا ساي. هو رايح فين دلوقتي؟ رايح يدور على السافينس اوبننج، يخترق الفاشيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكريبري فورم فاشيه، يخترق الكريبري فورم فاشيه عشان يقابل مين؟ عشان يقابل الفيمورال فين، يعمل جوين مع الفيمورال فين ويصب فيه. فين الفيمورال فين؟ بيبقى موجود حوالي 1.5 انش، او الفتحه دي موجوده 1.5 انش تحت البيوبيك تيوبريكل. بلاقي ان الجريت سافينس فين بيحتوي على كميه كبيره من الفالفز، وده طبيعي لان هو زي ما احنا عارفين ان الفينوس درينج بيحصل العكس الاتجاه بتاع الجرافيتي ومفيش ضغط عليه، فلازم في فالفات، في صمامات تمنع الباك فلو بتاع البلد.
عشان ده من الحاجات المهمة، ولو حصل مشكلة في الصمامات دي هيؤدي إلى حدوث الفاريكوز فين اللي هي الدوالي اللي احنا هنتكلموا عليها بعدين. بعد كده ده بيربط مع السمول سافينس فين زي ما قلنا اللي طالع لاترالي في المنطقة بتاعة الني، وبرضه بياخد برانشات من البيرفوريتنج فين. يبقى في حاجة اسمها بيرفوريتنج فين أو اكسسوري فين. زي ما شايف ادي البرفوريتنج فين رايحه مثلا تعمل حاجه اسمها الفينا كوميتنت حوالين الارتري، يعني شويه فين صغيرين هيربطوا مع الفين الكبير اللي هو الجريت سافينس فين. ايه التفرعات بتاعته؟ ايه التربيوترز بتاعت الجريت سافينس فين؟ يعني بيجي له منين؟ بيجي له اول حاجه من السوبرفيشال سيركمفلكس الياك فين، دول جايين من فوق ادي السوبرفيشال سيركمفلكس الياك فين. هيجي له من السوبيرور ايبيجاستريك فين، سوبرفيشال ايبيجاستريك فين. هيجي له من الاكسترنال بيودندال فين. هيجي له اكسسوري فين في الساي، وفي كمان ان نيمد فين، يعني حاجات كده زي ما قلنا حاجات اسمها بيرفوريتنج فين اضافيه كده معايا. وبرضه هيتحد مع الجريت سافينس فين السمول سافينس فين. الابلايد اناتومي مهمه في الجريت سافينس فين زي ما قلت لك. اول حاجه هي الفاريكوز فين اللي هي الدوالي، لان لو حصل مشكله في الصمامات بتاعته ده هيؤدي الى الفاريكوز فين في اللور ليمب. من الابليكيشن برضو المهمه ان انا ممكن ادي انترافينوس في مين؟ في السافينس ده ادي انترافينوس فيه. لو عايز ادخل محلول، ادخل ادويه، ادخل نيوتريشن، اي حاجه ممكن ادي انترافينوس في السافينس لان هو اصلا موجود سوبرفيشال زي ما قلنا. وبرضو في حاجه تانية اسمها سافينس فين جرافت فور ديزيز بتاعه الكورونا، وده موضوع كبير. العملية دي بتحصل في الهارت لما يحصل ان الكوروناري ارتري بيتسد، ده اللي هو اللي رايح يغذي الهارت، ياخد منه جرافت، يعني اخد جزء من السافينس نيرف واروح اركبه فوق، يعمل حاجة اسمها كوروناري ارتري باي باس. كوروناري ارتري باي باس اللي هو ايه؟ لو ده كده الكوروناري ارتري وفيه جزء اتسد، ممكن اعمل ممر ليا تاني. الممر ده اعمله عن طريق ان انا اخد جرافت من السافينس فين او جزء من السافينس فين واعمل بيه الممر ده. يعني دي حته كلينيكال او حته ابلايد اناتومي على الجزء ده. خلصنا كده من السوبرفيشال فين، اتكلمنا على السوبرفيشال فين اللي بتاعت اللور ليم كله. ندخل على الليمف نود، واهم ليمف نود معانا هي الانجوينال ليمف نود. الانجوينال ليمف نود انا عندي ليمف نود تاني، عندي ليمف نود مثلا موجوده في المنطقه بتاعت البوبليتيال، عندي ليمف نود تحت ادي البوبليتيال ليمف نود. يهمني دلوقتي الانجوينال ليمف نود لان هي كبيره ومهمه خالص في الجسم. الانجوينال ليمف نود ليها تقسيمه، بقسمها يا اما سوبرفيشال انجوينال ليمف نود او ديب انجوينال ليمف نود. يبقى اما سوبرفيشال يا اما ديب. فين ديب؟ اكيد في ديب. ديب انجوينال ليمف نود. يبقى عندي سوبرفيشال انجوينال ليمف نود وديب انجوينال ليمف نود. السوبرفيشال بقسمهم برضو الى مجموعتين، مجموعه جايه بالعرض زي ما انت شايف دي الهوريزونتال جروب. الهوريزونتال جروب ماشيه تحت الانجوينال ليجامنت، لو ده كده الانجوينال ليجامنت ماشيه تحتيه وبارل للانجوينال ليجامنت. وبتلاقي فيرتيكال جروب ماشيين كده بشكل عمودي جنب الجريت سافينس فين. يبقى انا دلوقتي بتكلم على السوبرفيشال انجوينال ليمف نود، قسمتهم الى هوريزونتال جروب وفيرتيكال جروب. الهوريزونتال جروب موجودين فين؟ موجودين كده خط تحت الانجوينال ليجامنت باللو اند بارل تو ذا انجوينال ليجامنت. طب ده بياخد درينج منين؟ هقسمه الى ميديال بارت ولاترال بارت. ده ميديال بارت وده اللاترال بارت بتاعه. الميديال بارت كان بياخد منين؟ الميديال بارت كان بياخد من الانتيرور ابدومينال وول باللوز امبلايكس، لان احنا قلنا في رسمه كانت مشهوره معانا ان انت فوق الامبلايكس، لو فوق الامبلايكس هتدي في الاكزيلري، ولو تحت الامبلايكس المفروض هتدي في مين؟ هتدي في السوبرفيشال انجوينال. هو نفس الفكره ان السوبرفيشال انجوينال الهوريزونتال جروب بالذات وبالذات الميديال كومبارتمنت. برضه بياخد من المنطقه بتاعه البورونيوم اللي هي المنطقه بتاعه العجان او المنطقه بتاعه الجينيتاليا اللي هي الاورجن الميل اند فيميل ريبرودكتيف اورجنز. ياخد من اليوريثرا، ياخد من اللور هاف اوف ذا انال كانال، كله ده هيروح يصب في الهوريزونتال جروب بتاعت السوبرفيشال انجوينال ليمف نود على الناحيه الميديال. طبعا على الناحيه اللاترال ياخد منين؟ الناحيه اللاترال بياخد من الجزء بتاع الباك تحت الالياك كريست. انا عايز اجيب لك الرسمه اللي احنا شفناها في الابر واتكررت معانا اللي هي الرسمه دي. لو انت جي عند الامبلايكس هنا، لو فوق الامبلايكس هتروح تصب في الانتيرور اكزيلاري ليمف نود، لو تحت الامبلايكس هتصب في السوبرفيشال انجوينال نود، لو انت من ورا هتصب فين؟ من ورا فوق الاليا كريست هتروح تصب في البوستيرور اكزيلاري ليمف نود. اما لو انت تحتيها هتروح تصب برضه في السوبرفيشال انجوينال نود زي ما انت شايف على اللاترال بارت. يبقى على الناحيه الميديال هتصب الانتيرور ابدومينال وول وباقي الاجزاء اللي موجوده تحت الامبلايكس. على الناحيه اللاترال بياخد الجزء بتاع الباك كله ويروح على اللاترال بارت في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. وهذا الحته اللي سبناها ان احنا قلنا الجلوتيال ريجون كانت بتصب فين؟ في السوبرفيشال انجوينال ليمف نود، انهي جزء؟ اللاترال جروب الموجود ناحيه لان ناحيه اللاترال زي ما قلنا بياخد الباك كله. شوف كده الشكل اللي جابلك وشوف الهوريزونتال جروب عامله ازاي.
الجزء الميديال ليها والجزء اللاترال بتاعها. وشوف بقى مين دول الفيرتيكال جروب اللي ماشيين مع الجريت سافينس فين. وكل ده موجود من بره زي ما قلنا، موجود سوبرفيشال، موجود بره الفاشيه، فعشان كده سميناهم سوبرفيشال انجوينال ليمف نود. يبقى كده عرفنا ان خلاص في هوريزونتال جروب في السوبرفيشال، في هوريزونتال جروب وفي فيرتيكال جروب، والهوريزونتال قسمناه ميديال ولاترال. الفيرتيكال جروب دول ماشيين مع الجريت سافينس فين. بياخدوا منين؟ بياخدوا من معظم اللور ليمب، معظم الليمف فيز اللي جايه من اللور ليمب هتصب في الفيرتيكال جروب بتاعه السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. طب وايه الفايده بتاعت الديب لما هم خدوا ده كله؟ الديب هي اللي بتتلقى من السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. يعني الديب انجوينال ليمف نود قاعده وظيفتها هي موجوده من جوه عشان يوصل لها الليمف فيزل من السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. هيوصلوا لها ازاي؟ هيوصلوا لها عن طريق ان هم يعدوا في السافينس اوبننج اللي عدى فيها مين؟ اللي عدى فيها الجريت سافينس فين عشان يفتح في الفيمورال فين. هيعدي معاهم الليمف فيزل عشان تروح تصب في الديب انجوينال ليمف نود. ادي الديب انجوينال ليمف نود قال لك موجوده تحت الديب فاشيا في الميديال سايد، على الميديال سايد اوف ذا فيمورال فين. لو تفتكروا الفيمورال شيس كان عندك الجزء ده اللي هو الفيمورال كانال، كان يحتوي بس على ليمفاتيك، كان بيحتوي على ديب انجوينال ليمف نود. يبقى الافرنت بتاعها يدخل في الفيمورال كانال. طب بعد ما هي متجمع الديب انجوينال ليمف نود تروح تصب فين؟ تصب في ليمف نود اكيد اكبر منها، هتصب في الليمف نود اللي موجوده حوالين الاكسترنال الياك ارتري. يبقى ببساطه كده انت بدات سوبرفيشال، السوبرفيشال اتجمعوا وعدوا في السافينس اوبننج، وبعد ما عدوا في السفنس اوبننج راحوا على الديب راح جمعتهم من السوبرفيشال. هتوديهم فين؟ هتوديهم على ليمف نود اكبر اللي هي الاكسترنال الياك ارتري، الليمف نود اللي موجوده حوالين الاكسترنال الياك ارتري، ودي اتكلمنا عليها في الابدومين. وخلصنا كده الليمفاتيك درينج بتاعه اللور ليمب كله. ندخل بعد كده على الفيمورال ارتري والفيمورال فين. انا عارف ان المحاضره كبيره وتفاصيلها كتير، بس يعني انا ده معتبر 3 4 محاضرات في بعض. نتكلم على الفيمورال ارتري. والفيمورال ارتري هو الميزامين ارتيريا سبلاي تو ذا لور ليمب، هو اللي بيغذي اللور ليمب كله من فوق. الفيمورال ارتري كان جاي منين؟ زي ما انت شايف هو طالع من الاكسترنال الياك ارتري عشان هينزل يدي التفرعات بتاعته لغايه اخر اللور ليمب معك، لغايه الفوت تحته هو شغال يدي التفرعات بتاعته. يبقى ده زمين ارتيريال سبلاي تو ذا لور ليمب. بيبدا منين؟ بيبدا من عند الاكسترنال الياك ارتري. يبقى الاكسترنال الياك ارتري هو اللي هيديك الفيمورال ارتري. دي ملحوظه مهمه ممكن تجي لك MCQ عادي، ان الفيمورال ارتري طالع منين؟ طالع من الاكسترنال الياك ارتري. وبعد كده تحت الانجوينال ليجامنت، هو هينقسم يدي تحت الانجوينال ليجامنت في الميد انجوينال بوينت. ايه هي الميد انجوينال بوينت؟ هي النقطه اللي موجوده بين الانتيريور سوبيريور الياك سباين والسيميفيزيس بيوبس. يعني ده كده السيميفيزيس بيوبس، وادي الانتيريور سوبيريور اليك سباين. النقطه اللي موجوده هنا بسميها الميد انجوينال بوينت. عند الميد انجوينال بوينت يتحول زي ما قلنا الاكسترنال الياك ارتري عشان يديك الفيمورال ارتري، ويبقى كده يعدي تحت الانجوينال ليجامنت. لما يعدي تحت الانجوينال ليجامنت زي ما انت شايف يبدا يدي برانش بسميه البروفاندا ارتري. البروفاندا ارتري، وده برانش مهم خالص اسمه البروفاندا ارتري. يبدا هو يكمل عادي كفيمورال ارتري، يبقى هو اسمه ما اتغيرش، لسه اسمه فيمورال، ولكن طلع مين؟ طلع البروفاندا ارتري. ينزل هو يكمل زي ما قلنا لغايه ما يدخل في الادكتور هايتس، يمشي في الفيمورال ترينجل. فوق كان في مين هنا؟ كان في الفيمورال ترينجل، اتكلمنا على الجزء ده. بعد الفيمورال ترينجل يروح داخل في الادكتور كانال. الادكتور كانال هترميه فين؟ هترميه على الادكتور هايتس. يدخل في الادكتور هايتس بتاعه الادكتور ماجنس عشان يدخل على المنطقه بتاعه البوبليتيه من ورا. رسموا لك خط منقط عشان يبين لك ان هو ده على البوستيرور اسبكت، ويتحول هناك الى بوبليتيال ارتري لما يدخل المنطقه بتاعه البوبليتيال. يبقى هينتهي ازاي؟ هينتهي لغايه ما يوصل ان هو يبقى بوبليتيال ارتري في فتحه الادكتور هيتس بتاعه الادكتور. يبقى عرفنا كده الكورس بتاعه لغايه ما يوصل للمنطقه بتاعه البوبليتيال، وفي الحاله دي هسميه البوبليتيال ارتري. ايه البرانشات اللي طلعت منه؟ اول حاجه بيطلع منه سوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري. فين سوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري؟ على المنطقه اللي فوق، رايح على هيطلع لفوق على ناحيه الاليم بتاعه الهيب بون. وفي سوبيرور ايبيجاستريك ارتري، سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري برضه هيروح على الجزء بتاع الابدومين والبلفس. عندك سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري، ده رايح للبلفس هيغذي اجزاء فيه. عندك ديب اكسترنال بيودندال ارتري. يبقى انت كده عندك سوبرفيشال سيركمفلكس الياك، سوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري، وعندك سوبرفيشال وديب اكسترنال بيودندال. سوبرفيشال وديب اكسترنال بيودندال هيدي حاجه اسمها البروفاندا فيمورس، والبروفاندا فيمورس دول هم اللي هيلفوا حوالين الفيمر، عشان كده سميتهم بروفاندا فيمورس. لو تاخد بالك ادي البروفاندا ارتري اللي هو عطاها، او البروفاندا فيمورس ارتري. هتبدا بعد كده تدي لك السيركمفلكس زي ما خدناهم فوق في الابر ليمب اللي هيلفوا حوالين الفيمر. عندك ميديال فيمورال سيركمفلكس ولاترال فيمورال سيركمفلكس. يبقى ميديال فيمورال سيركمفلكس، لاترال فيمورال سيركمفلكس، وعندك 4 بيرفوريتنج ارتري. فين البيرفوريتنج ارتري؟ اهم دول الاربع بيرفوريتنج ارتري بتاعك طالعين بين المصل كده، بياخدوا من المصل وبعد كده برضه يروحوا
يدوهم قصدي يدوا المصل الارتيريال سبلاي بتاعهم، بسميهم البيرفوريتنج ارتري. لو في رسمة تانية هتوضح لك الجزء ده، ادي البيرفوريتنج ارتري. شايف دول كده، دول البرفوريتنج ارتري طالعين منين؟ راحوا غزوا المصل الكبيره دي اللي هي الادكتور ماجنس، وبعد كده هيصبوا في البروفاندا فيمورس ارتري اللي هيصب في الفيمورال ارتري، او هو برانش من الفيمورال ارتري. يبقى دول كده البرانشات بتاعه الفيمورال ارتري. قلنا هيدي برانش فوق السوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري وسوبرفيشال ايبيجاستريك، وعندك بعد كده سوبرفيشال وديب اكسترنال بيودندال، وعندك واحد مهم بالنسبه لنا في اللور ليمب هو البروفاندا فيموريس عشان هيدي ميديال سيركمفلكس ولاترال سيركمفلكس. هنا مكلمك عليهم بالتفصيل، يعني اعتبرهم برضو كانيوميريت للجزء ده. السوبرفيشال سيركمفلكس الياك ارتري، السوبرفيشال ايبيجاستريك الياك ارتري زي ما قلنا، السوبرفيشال ايبيجاستريك ارتري ده رايح للمنطقه بتاعه الامبلايكس، رايح للابدومين فوق، ما تحفظش التفاصيل دي برضه. سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري ده هيغذي في المنطقه بتاعه الجزء بتاع السكروتم، السكين اوف ذا سكروتم. عندك الديب اكسترنال بيودندال ارتري برضه هيغذي في السكين اوف ذا سكروتم. اللي يهمنا دلوقتي في اللور ليمب هو البروفاندا فيمورس ارتري، عشان هيروح يدي المين بلاد سبلاي بتاع الساي، هو اللي هيغذي الجزء بتاع الساي. هيطلع فين مكانه؟ هيطلع تحت الانجوينال ليجامنت من الفيمورال ارتري، وبعد كده يدخل في الميديال فاشيال كومبارتمنت عشان يغذي الاجزاء دي كلها. البرانشات بتاعته بيدي 3 بيرفوريتنج ارتري، لاترال فيمورال سيركمفلكس وميديال فيمورال سيركمفلكس. وكلمه سيركمفلكس عشان دول بيلفوا حوالين مين؟ عشان بيلفوا حوالين الفيمر. واخر برانش منه هو الديستندنج جينيكولار ارتري، ده اللي رايح يغذي الني جوينت، عشان كده سميناه جينيكولار، يعني رايح لجوينت، فهو رايح للني جوينت. وبدا بيقول لك ان هو بيطلع في النهايه بتاعه الفيمورال ارتري. كده احنا خلصنا الفيمورال ارتري. اللي يهمني فيه عشان ما تلخبطش نفسك هو فكره ان هو بدا منين او جاء منين. هو جاء من الاكسترنال الياك، وبعد كده الكورس بتاعه ان هو مشى في الفيمورال كانال، الفيمورال تريانجل، وبعد كده دخل في الادكتور كانال، وبعد كده دخل في الادكتور هيتس، وبعد كده اترمى ورا في المنطقه بتاعه البوبليتيه الفصه، فبقى اسمه بوبليتير ارتري، وانتهى هناك. وبعد كده زي ما قلنا البرانشات بتاعته حاول تحفظ منها 2 3 عشان لو جه سألك في البرانشات بتاعته. واهم حاجه ما تنساهمش هم البروفاندا اللي رايحين يغذوا الصاي. زي ما اتكلمنا على الارتري اكيد هنتكلموا على الفين. يبقى الفيمورال ارتري اخوه بقى الفيمورال فين. ده جاي منين؟ ده جاي من الكونتينويشن من البوبلوتيال فين. لو بصينا من تحت ده احد الديب فين، تفرق عن السوبرفيشال فين اللي اتكلمنا عليهم بدري، ان الديب فين ده من جوه. يبقى زي ما كان في فيمورال ارتري عطالي البوبليتيال ارتري، هيبقى في من تحت طالع بوبليتيال فين موجود في المنطقه بتاعه البوبليتيال الفصه، وبعد كده هيكمل معاك عشان يدي مين؟ عشان يدي الفيمورال فين. والفيمورال فين هيدخل في الادكتور ماجنس، في الاوبننج جوه الادكتور ماجنس عشان يطلع على المنطقه بتاعه الساي. طب هينتهي فين؟ هينتهي في البدايه بتاعه الفيمورال ارتري. يعني الفيمورال ارتري بدا من الاكسترنال الياك ارتري، ده هينتهي في الاكسترنال الياك فين تحت الانجوينال ليجامنت، وهتلاقيه موجود في الشيس اللي هو الفيمورال شيس. الفيمورال شيس كان عباره عن 3 اجزاء، نفس الرسمه دي رسمتها لك ساعتها، قلت لك كان الفيمورال فين بيبقى موجود في الانترميديت كومبارتمنت بتاع الشيس، في نص الشيس. ايه التفرعات بتاعته؟ اول فرع بياخده اتكلمنا عليه هو الجريت سافينس فين. قلنا الجريت سافينس فين موجود من جوه، يعدي له في السافينس اوبننج عشان يفتح في الفيمورال فين. هيطلع نفس التفرعات اللي اتكلمنا عليها في الارتري. فانت في الفين ما بتحفظش، انت هم بتوع الارتري. ديب اكسترنال بيودندال فين، شيل كلمه بس ارتري وحط فين. بروفاندا فيموريس كانت ارتري خليناها فين. ميديال سيركمفلكس فيمورال فين زي اللي فوق بالظبط، ولكن شلنا مين؟ شلنا ارتري حطيناها فين. هنا بس بيقول لك ملحوظه ان السوبرفيشال اكسترنال الياك والسوبرفيشال ايبيجاستريك، لان احنا دول قلنا عليهم في الارتري، دول بيبقوا طالعين منين؟ دول عشان سوبرفيشال فهتلاقيهم طالعين من الجريت سافينس فين، لان الجريت سافينس فين هو اللي موجود سوبرفيشال، فدول طالعين من الجريت سافينس فين. هتعلمها ازاي عشان ما تتلخبطش فيهم؟ الجريت سافينس فين هو المسؤول عن السوبرفيشال فين، او هو السوبرفيشال فين معاك موجود من بره، فاكيد هيدي السوبرفيشال برانش. يبقى كلمه سوبرفيشال على طول تختارها مع الجريت سافينس فين، ما تختارهاش مع مين؟ مع الفيمورال فين. كده احنا خلصنا الفيمورال ارتي، خلصنا الفيمورال فين والفيمورال نيرف خدناه. ندخل على اخر جزء معانا هو الجزء بتاع الميديال اسبكت اوف ذا ساي عشان نشوفوا الاوبتريتور نيرف. كان هو اللي بيغذي العضلات اللي موجوده على الميديال اسبكت اوف ذا ساي. هو طالع منين؟ زي ما اتكلمنا في الفيمورال نيرف طالع من اللمبر بليكسس برضه. الفيمورال نيرف كان طالع من اللمبر بليكسس، ده برضه هتلاقيه طالع من اللمبر بليكسس. ادي الاوبتريتور نيرف، ادي الشكل بتاعه زي ما انت شايف، مش هقول لك عليه كده، طالع من L2 L3 L4 من اللمبر بليكسس. وهيروح فين؟ شايف العضله دي؟ عشان دي ريليشن مهم ليها، هي العضله بتاعه الاوبتريتور اكسترنس ماسل اللي هو اصلا هيروح يغذيها هناك. هيروح ينقسم قدام الاوبتريتور اكسترنس، يعني فرع قدامها وفرع وراها. الفرع اللي قدامها هو الانتيرور برانش بتاعه، والفرع اللي وراه هو البوستيرور برانش. يبقى هو ليه انتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن، وكل ده ورا مين؟ ورا العضله اللي هي الاوبتريتور اكسترنس. هنتكلم على التفاصيل بتاعته. تعالى كده نشوفوا ايه اللي موجود معايا في الاوبتريتور نيرف. يبقى طالع من اللمبر بليكسس بتاع
الابدومين طالع من الانتيريور ديفيجن نيرف 2 3 و4، وبعد كده يروح يخترق السوس ميجور او يمشي على الميديال بوردر بتاع السوس ميجور. مين اللي موجود على لاترال بوردر بالنسبه للسوس ميجور؟ الفيمورال نيرف. الميديال بوردر هلاقي الاوبتريتور نيرف، وبعد كده هينتهي ان هو هينقسم الى anterior and posterior division في الابر بارت اوف ذا اوبتريتور فورامين. هيعدي في الاوبتريتور فورامين اللي هو الفورامين بتاع مين؟ الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه في الهيب. وبعد كده ينقسم عشان يدي انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن قدام العضله اللي هي عضله الاوبتريتور اكسترنس. الانتيرو ديفيجن هيغذي مين والبوستيرو ديفيجن هيغذي مين، زي ما قسمنا برضو في الحوار بتاع مين؟ بتاع الفيمورال. تعال نشوف الانتيرو ديفيجن هيدي مين. الانتيرو ديفيجن هيدي الجراسيلياس، هيدي الادكتور بريفيوس، وخلي بالك من الادكتور بريفيوس لان هي هتاخد من الاثنين. هيدي الادكتور لونجس، وممكن يدي البكتينياس لان احنا قلنا البكتينياس بتاخد من الفيمورال، ولو ما خدتش من الفيمورال هتاخد من والاوبتريتور نيرف. هيدي الهيب جوينت ارتيكولار برانش الهيب جوينت، وهيدي الكوتينيوس بتاع الميديال سايد اوف ذا ساي، حته في الميديال سايد اوف ذا ساي سمول اريا كلمتك عليها ووريتك الشكل بتاعها كتير. هو الجزء ده بس هو اللي هيديه. ويشارك في السبسارتوريال بليكسس زي برضه ما شارك مع السافينس نيرف فوق، ويدي فازو موتور للفيمورال ارتري. طب بالنسبه للبوستيرور ديفيجن بتاعه، البوستيرور ديفيجن بيغذي مين؟ بيخترق زي ما قلنا الاوبتريتور اكسترنس او بيعدي تحت الاوبتريتور اكسترنس، ورايح فين بعد كده؟ هيدي الادكتور ماجنس. الادكتور ماجنس كان ليه الجزء بتاعها اللي هو الجزء الادكتور، وهيغذي الادكتور بريفيوس. يبقى انت شايف اول حاجه هو اخترق الاوبتريتور اكسترنس، تحت الاوبتريتور اكسترنس يبقى يغذيها، وبعد كده هيغذي الادكتور بارت اوف ذا ادكتور ماجنس لان الهامسترنج بارت خد من ورا بعتبره تبع السياتيك، وهيدي الادكتور بريفيوس فين وفين. وقلت لك الادكتور بريفيوس هنا بتاخد من الاثنين، يعني ممكن تاخد من ده وممكن تاخد من الانتيرو ديفيجن، ممكن تاخد من البوستيرو ديفيجن، وبعد كده يروح يغذي الني جوينت ويدي فازو موتور بالنسبه للبوبليتيال ارتري. اخر حاجه احنا عمالين نتكلم عليها من بدري اللي هي السبسارتوريال بليكسس. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تجمعات من النيرف، سميتها ليه سبسارتوريال لان هي موجوده تحت السارتورياس، تحت العضله بتاعه السارتورياس. دي جايه منين البرانشات دي؟ جايه من الميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، البرانش من السافينس وبرانش من الاوبتريتور نيرف، يكونوا لك السبسارتوريال بليكسس. اخر حاجه هنتكلموا عليها هو الجزء بتاع الارتري والفين، الاوبتريتور ارتري والاوبتريتور فين. زي ما اتكلمنا على ان في فيمورال ارتري وفيمورال فين، في اوبتريتور ارتري وفي اوبتريتور فين. بالنسبه للاوبتريتور ارتري طالع منين؟ طالع من الانترنال الياك ارتري. فلاحظ الفرق بين الفيمورال وبين الاوبتريتور، ان الاوبتريتور كان بيطلع من الانترنال اما الفيمورال هيطلع من الاكسترنال. هيمشي بعد كده مع الاوبتريتور نيرف في الاوبتريتور كانال ويروح يغذي مين؟ ده مهم جدا في الاجزاء بتاعه البلفس اكتر. بالنسبه للساي هو هيدي الميديال فاشيال كومبارتمنت اوف ذا ساي، هيعدي في الاوبتريتور فورامين وبعد كده يوصل للميديال بارت اوف ذا ساي عشان يديله الارتيريال سبلاي بتاعه. البرانشات اللي بتطلع منه هو يطلع منه ميديال برانش ولاترال برانش، ميديال برانش ولاترال برانش. لو شفنا الرسمه بتاعته اخر حاجه معانا هي الاوبتريتور فين، وده طالع منين او هيروح فين؟ هيمشي مع الاوبتريتور ارتري كورسبوند للبرانش بتاع الاوبتريتور ارتري عشان يروح يصب. زي ما الارتري بدايته كانت الانترنال الياك ارتري، ده هيبقى نهايه الفين هي بدايه الارتري، ويبقى ينتهي في الانترنال الياك فين لان الفين بعكس بمشي من تحت لفوق، اما الارتري ماشي من فوق لتحت. كده احنا خلصنا اول جزء يعتبر من المحاضره دي، خلصنا الجزء بتاع الساي كله، خلصنا الجزء بتاع الجلوتيال. ده يعتبر الباك اوف ذا ساي، احنا كده اتكلمنا عليه فمفيش كلام جديد. قلنا الجزء بتاع الكوتينيوس اللي في الباك اوف ذا ساي بياخد من البوستيرو كوتينيوس نيرف. على الجناب بقى بتلاقي ان الاوبتريتور نيرف ممكن يدي حته، اللاترال كوتينيوس نيرف هيدي حته على ناحيه اللاترال، الميديال كوتينيوس نيرف هيدي حته على ناحيه الميديال اللي هم الحتت الصغيره دول. اما البوستيرور نفسه بيدي مين؟ البوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، هيدي الباك اوف ذا ساي، هياخد جزء كبير منه خالص. طب السوبرفيشال فين اللي موجود على الباك اوف ذا ساي برضه اتكلمنا عليه اللي هو السمول سافينس فين. زي ما انت شايف السمول سافينس فين هيمشي ازاي؟ طالع من الدورزال فينس ارش ورا اللاترال مالولس عشان يدخل في البوبلوتيا الفصة ويروح يتحد هناك مع الجريت سافينس فين. يبقى درينج انتو ذا جريت سافينس فين هيمشي على اللاترال اسبيكت اوف ذا ساي، اللاترال اسبيكت اوف ذا ساي، ويعمل درينج في الجريت سافينس فين. واخر حاجه الليمف فيز اللي اتكلمنا عليها هي اللي هي الانجوينال ليمف نود، السوبرفيشال انجوينال ليمف نود الفيرتيكال جروب كان بياخدوا او كان بيصب فيهم الباك اوف ذا ساي اللي هم الفيرتيكال جروب بتاعت السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. كده احنا خلصنا الساي بكل الاجزاء بتاعته، فرونت وميديال وباك، وخلصنا المنطقه بتاعت الجلوتيال. بعد كده هنتكلم على المنطقه بتاعت البوبليتيال اللي هي عند الني جوينت، ونكملوا باقي الليج لغايه الفوت.